سؤال مهم قوي اتطرح كتير مؤخرا وأثير الجدل حواليه، وهو انك لو مثلا داخل مكان في انترفيو في مكان جديد عليك، هل المفروض تستنى لما صاحب المكان هو اللي يقولك تتفضل تقعد، ولا المفروض انك تقعد ده الطبيعي؟ الإجابة القاطعة على الموضوع ده هو ان ايوه المفروض تستنى اذن صاحب المكان هو اللي يأذن لك بالجلوس. الإجابة ممكن تكون صدمة شوية، ولكن عشان نتفهمها محتاجين ان احنا نفسرها بمشهد تخيلي بسيط شوية. اولا المكتب هو ملكية خاصة زيه زي المنزل بالظبط، فخلينا نتخيل مشهد تصوري ان انت قاعد في بيتك وفي واحد ضيف دخل سلم عليك وقام انطلق دخل وقعد في المكان اللي هو عايزه. هل انت هتبقى مرتاح نفسيا؟ طب هو المفروض التصرف الطبيعي يكون ايه؟ المفروض ان انت لما واحد ضيف بيجيلك تقول له اتفضل وبتوجهه للمكان اللي هو يقعد فيه، لان زي ما احنا عارفين ان البيوت ليها حرمات. المكان اللي هو ممكن يختاره يقعد فيه من نفسه ممكن يكون كاشف جزء من البيت، وغصبا عنه هيبقى شايف مكان كبير من البيت مش المفروض ان هو يبقى شايفه، لان في ناس وفي اهل البيت ممكن ما يكونوش عارفين يتحركوا لو شخص قاعد في المكان ده، او هم مش عارفين ان الشخص قاعد في المكان ده وطلعوا بحسن نية. فبالتالي توجيهك للشخص ده في المكان اللي هو يقعد فيه ده من الحاجات الرئيسية اللي هو المفروض يحترمها بناء على اللي انا بقوله ده. طيب ده الجزء الاولاني من الموضوع، ولكن الجزء الاولاني من الموضوع لو اتقال بالشكل ده وما اتقالش عليه الملحقات بتاعة الواجب بقى اللي المفروض على صاحب المكان اولا وهو بيوجه حد ان هو يقعد، يبقى الموضوع احنا بناخد حق واحد من الاتنين. حق الاتنين ان صاحب المكان هو اللي يدي الاذن بالجلوس، ولكن حق الضيف ان هو في نفس الوقت ما ينتظرش اصلا الفرصة دي. يعني بمعنى أدق صاحب المكان سواء صاحب المنزل صاحب العمل المفروض ان هو طبيعي ما يستناش ان الشخص اصلا يستنى اذنه للجلوس. يعني الطبيعي والادب والذوق ان هو بعد ما سلم عليه يقول له على طول على مكان الجلوس او ياخده لمكان الجلوس في المنزل زي ما احنا بنتكلم كده، مش يروح هو المكان ويقعد ويشرب سيجارة ويبص في الورق وبعدين يكتشف ان الشخص لسه مازال واقف. هنا بقى يبقى المشكلة في الشخص. ومعنى ذلك ان موضوع الاذن ضروري واساسي، ولكن في نفس الوقت موضوع الاذن المفروض ما يتاخرش، لان انت لو انت معتمد على ان انت صاحب الحق ان انت تدي الاذن لجلوس الضيوف في المكان اللي انت بتملكه، انت في نفس الوقت عليك واجب ان انت ما تخليش الضيف ينتظر لمده طويله. لو المعلومه عجبتك متنساش تعمل شيء عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعملها سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجايه. شكرا.